المتهم بقتل لاعبة الجودو دينا علاء في اسكندرية حصل على حكم بالسجن المؤبد من محكمة جنايات اسكندرية. المتهم هو زوجها، وكانت قضية مشهورة كلنا كنا متابعينها، وأدين بإطلاق نار عليها داخل مسكن الزوجية وتسبب في وفاتها. وطبعا من وقت صدور الحكم والناس في اعتراضات شديدة وبتقول ليه المتهم ما خدش إعدام وعشان ضابط شرطة وكلام زي ده كتير. لذلك أنا حابب أشرح ليه المتهم في قضية زي دي ما ياخدش إعدام. وأنا طبعا مش قدامي ورق القضية ولا الحكم ولا ملابسات الواقع ولا كنت محامي المتهم ولا المجني عليها، ولكن عشان نوضح للناس جزئية قانونية مهمة في جرائم النفس والقتل هتعرف منها ليه المتهم في قضية زي دي أخد مؤبد وما خدش إعدام. أولا في القانون المصري الإعدام مش تلقائي في جرائم القتل، لازم فيه شروط معينة. وفي قضية لاعبة الجودو المحكمة اعتبرت الجريمة قتل عمد لكن بدون سبق إصرار وترصد مكتملين بالشكل اللي يفرض الإعدام. فعشان كده يكون في إعدام لجريمة القتل لازم يكون ثابت فيه سبق الإصرار والترصد بشكل واضح. طيب يعني إيه أصلا سبق إصرار وترصد؟ سبق الإصرار هو إن الجاني يفكر ويقرر القتل بهدوء قبل التنفيذ، ويكون قبل التنفيذ بوقت كافي يسمح له إنه يراجع نفسه مش في لحظة غضب أو انفعال. والترصد هو إن الجاني يتربص بالمجني عليه وينتظره في مكان أو زمان معين عشان ينفذ الجريمة، سواء كان الانتظار ده طويل أو قصير. وهنا طبعا في قضية زي دي فعلا القتل حصل عمدا وهو كان قاصد يقتل فعلا، لكن في انفعال لحظي مشاجرة أو خلاف زوجي تطور لجريمة. ممكن لو كان الجاني قعد يفكر لحظة زيادة كان ممكن يتراجع، فممكن الجاني يكون متعمد القتل فعلا ولكن بدون التخطيط الهادي والترصد للمجني عليها. لذلك المحكمة شافت إن نية القتل لم تكن مستقرة ومخطط لها مسبقا في القضية دي تحديدا. فالجريمة وقعت داخل مسكن الزوجية، حصل خلاف تطور لإطلاق نار، وطالما الأدلة لم تثبت تخطيط سابق كافي للإعدام فالمحكمة استخدمت سلطتها التقديرية وده من حقها ونزلت بالعقوبة من إعدام للمؤبد. وأتمنى تكون الفكرة وصلت. ويا جماعة في القضايا اللي زي دي مفيش حاجة اسمها عشان ضابط شرطة فبيحابوله، لأن دي قضية قتل جنائي عادية مش سياسة مثلا ولا قضية سياسية. وده كان الإعدام أصلا أريح له لأن ده واحد هيقضي بقية عمره في السجن، وربنا يصبر طبعا أهله ويعينهم على اللي هم داخلين عليه، وربنا يرحم المتوفية ويصبر أهلها.